في مشهد مؤثر بمدينة سبتة، انتهت محاولة عبور قامت بها شابة من المهاجرين بلحظات صعبة بعدما وصلت إلى اليابسة وهي في حالة إنهاك شديد قبل أن تفقد وعيها، ما استدعى تدخلا سريعا من عناصر الأمن الإسباني لإنقاذها وتقديم الإسعافات اللازمة لها. وبحسب المعطيات المتوفرة حول الواقعة، كانت الشابة قد خاضت محاولة العبور من البحر رفقة 2 من صديقاتها، رغم أنها كانت تقول أنها لا تجيد السباحة، غير أن مشاهدتها لعدد من الأشخاص وهم يخوضون نفس الطريق إلى جانب تشجيع صديقتيها دفعها إلى اتخاذ قرار العبور. ولكن الرحلة التي بدأت بالتشجيع والحماس انتهت بشكل مقلق، خصوصا مع اقترابها من اليابسة، حيث بدت عليها علامات التعب والإرهاق قبل أن تفقد وعيها مباشرة. وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على المخاطر التي يمكن أن تواجه الأشخاص أثناء محاولة العبور البحري، خاصة عندما يتعلق الأمر بأشخاص لا يتوفرون على القدرة الكافية على السباحة أو تحمل مشقة الطريق.